بتعاني مع بشرتك الدهنية والحبوب؟ بتدوري على كريم ينظف ويهدي ويجدد بشرتك ويعالج المسام والرؤوس السوداء؟ لو إجابتك أيوة، يبقى أنت محتاجة تكملي الفيديو للآخر. أهلا بيكي في قناة قبل ما تشتري. في الفيديو ده هكلمك عن كريم فيشي دبل كوريكشن اللي بيعالج البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب. وده كريم خفيف وسهل الامتصاص، وبيهدي البشرة وبيحسن من مظهرها ونضارتها. وكمان في مكونات طبية مفيدة زي حمض الساليسيليك اللي بيقشر البشرة وبينظف المسام من الشوائب والزيوت الزايدة، الهالونيك أسيد اللي بيزود البشرة بالترطيب وبيمنع جفافها، وهتحسي بتأثيره بعد 4 ساعات بس من استخدام الكريم، البروبايوتيك، وده نوع من البكتيريا النافعة اللي بتحمي حاجز البشرة وبتقلل من الحساسية. مياه فيشي البركانية الغنية ب15 معدن بيقووا مناعة البشرة وبيحموها من التلوث. طريقة استخدام الكريم سهلة جدا، بس تغسلي وشك بمية دافية وتنشفيه، بعدين تحطي كمية صغيرة من الكريم على صوابعك وتدلكي وشك بحركات دائرية وتستني لحد البشرة تمتصه. وتقدري تستخدمي الكريم مرتين في اليوم، الصبح وبالليل، وهتشوفي فرق في بشرتك بعد 8 أسابيع بس من استخدام الكريم. الكريم متوفر في حجمين، 30 ملي و50 ملي، وبيكفي معاكي لفترة طويلة لأنك مش هتحتاجي تحطي كتير. الكريم مخصص للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، لكن زي ما بيقولوا كده الحلو ما بيكملش. الكريم ده مش بيناسب كل الناس، وفي شوية عيوب لازم تعرفيها قبل ما تشتري. وأهم العيوب دي هي إن الكريم فيه عطر، وده ممكن يضايق ناس أو يسبب حساسية بسيطة، وإن حمض الساليسيليك اللي في الكريم ممكن يسبب جفاف أو تقشير زيادة للبشرة، وده لو استخدمتي الكريم من غير سان سكرين. كمان الكريم مش هيديكي نتيجة فورية، ولازم تستخدميه بانتظام على الأقل لمدة 8 أسابيع علشان تشوفي الفرق. وده كان كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كريم فيشي دبل كوريكشن قبل ما تشتريه. لو كملتي الفيديو لحد هنا فشكرا جدا على المتابعة، واكتبيلي في الكومنتات لو جربتيه قبل كده أو لو عندك أي سؤال، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد. وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.